بيقولوا إن المستحيل مجرد كلمة، بس بالنسبة لطفل فقير حافي وفي بلد مكسورة المستحيل كان هو الواقع. النهاردة هنحكي قصة الطفل اللي بدأ وهو بيمسح جزم وانتهى ملك على عرش العالم، حكاية الولد اللي حول شراب قديم لأعظم أسطورة في تاريخ الكورة. لو فاكر إن ظروفك صعبة استعد، يلا بينا نشوف إزاي اتولد الأسطورة. الفيلم بيبدأ بمدينة كئيبة، مدينة بور البرازيلية سنة 1950. اليوم ده كان اليوم المهم بالنسبة له، اليوم اللي البرازيل خسرت فيه نهائي كأس العالم قدام أورجو في قلب بلدها. بنتعرف على ديكو اللي هو بيلي اللي لسه عنده 9 سنين وهو قاعد فوق سطح بيت مع أصحابه، ادانهم مع الراديو اللي صوته مشوش. ومجرد ما الماتش خلص بخسارة البرازيل المدينة كلها حزينة والناس بتمشي في الشوارع وراسها تحت مفيش صوت. ديكو نزل لها أبوه الراجل القوي بجد اللي كان لعيب كورة زمان، قاعد ومنهار تماما والدموع مغرقة وشه. المشهد ده كان نفسه يدي يأس، هو بالعكس ما اداش لنفسه يأس، لأن ديجو لأول مرة يشوف أبوه البطل مكسور بالشكل ده. هو كان مكسور فعلا. في اللحظة دي ديجو حط إيديه على كتف أبوه، قال له جملة أبوه عمره ما هينساها أبدا: ما تعيطش يا بابا، أنا هكسب لك كأس العالم ده. الجملة دي ما كانتش مجرد كلام عيال، دي كانت عقد وقع عليه ديجو مع القطر. ومن هنا بنشوف حالة الفقر اللي هم عايشين فيها، بيت جدران مشققة عايشة على كفاف، والأم سلسيل شايف إن الكورة هي اللي دمرت مستقبل جوزها ومش عاوزة ابنها يلمسها، وعاوزاه يركز في التعليم عشان يهرب من لعنة الفقر. ديجو وأصحابه ما كانش معاهم تمن كورة ولا حتى تمن جزم، فكونوا فريق كانوا بيسرقوا شرابات قديمة من حبل الغسيل، بيحشوا الشرابات دي ورق وجرايد ويربطوها بحبل عشان تبقى كورة. الفيلم هنا بيوريك ازاي دي كان بيتعامل مع كرة الشراب دي كأنها حتة من جسمه. بيقرروا يدخلوا بطولة محلية للناشئين، وهناك بيقابلوا ولاد أكابر، فريق لابس لبس نضيف وجزمة غالية. واحد من العيال دي بدأ يتنمر على ديكو، وبسبب نطق ديكو الغلط لاسم حارس مرمى مشهور وقتها اسم بيلا، الولد ده قعد يضحك ويقول له انت اسمك بيليا. ديكو كان بيكره الاسم ده جدا وبيعتبره اهانة، وفضل يتخانق مع اي حد يناديه بيه. في الماتش الفريق كان مهزوم، بس ديكو قرر يستخدم ذكائه، بدأ يلعب باسلوب الجينجا. الجينجا دي مش مجرد حركة، دي روح البرازيل ورقصة جوه الملعب. ديجو بدأ يرقص الكورة يعدي من فوق الراجل ده. في المشهد ده بيوريك ازاي الكورة كانت بتتحرك بالسحر مش بالفيزياء. الجمهور اللي كان بيضحك عليهم سكت، بدأوا يهتفوا باسم بيليا اللي كان تريقة، بس المرة دي هتافهم كأنه اسمه ملك. بعد البطولة حصلت حادثة قلبت كيان بيليا. هم واصحابه كانوا بيسرقوا فول سوداني عشان جعانين، فجأة المطر نزل والبوليس طردهم، استخبوا في مغارة طين والمغارة انهارت عليه. بيليا قدر يهرب، بس صاحبه اللي كان بيحبه قوي تيكو مات مدفون تحت الطين قدام عينه. الحادثة دي خلت بيليا يكره الكورة، اعتبرها هي اللي موتت صاحبه وهي اللي مفقرة أهله. بطل لعب تماما، بدأ يشتغل مع أبوه في تنظيف الحمامات والمستشفيات. هنا بنشوف بيليا ولد صغير بس شايل هموم جبل، لكن أبوه دونودين ما كانش عاوزه يدفن موهبته. بالعكس، في مشهد هنلاقيهم مع بعض تحت شجرة مانجا. الأب جايب مانجاين وبدأ ينطقها على رجله، قال له لو قدرت تحكم في المانجا دي من غير ما تفعصها كورة هتبقى طوع عمرك. بدأ بيليا يتمرن بالمانجا، وده اللي خلى عنده إحساس باللمس مش عند أي حد تاني. التدريب كان سري بعيد عن عين أمه اللي كانت خايفة عليه، لحد ما في يوم هي نفسها شافته وهو بيلعب بالمانجا وشافت النور اللي في عينه، فقررت إنها تتصل بيه. بيليا بيروح نادي ستونز وعنده 15 سنة، هناك بيشوف أمر واقع. المدربين في النادي كانوا متأثرين بالمدرسة الأوروبية وعاوزين يلعبوه كورة آلية مش كورة عادية. كانوا بيمنعوا أي حد يعمل جينجا أو يرقص بالكورة. بيليا حاول يقلده فبقى لاعب فاشل، تاهت هواية وبقى بيقعد احتياطي والكل بيتريق عليه. ده بالنسبة له حاجة حزينة جدا، الحاجة اللي كان نفسه إن هو يعملها وخلاص عايز يحقق حلم فعلا. الناس بقت تتريق عليه، وصل لمرحلة اليأس خلته يلم شنطته ويهرب من المعسكر بالليل وراح محطة القطر. وهناك الجملة دي هي أساس الفيلم، خلي بالكم العالم مش محتاج نسخة تانية من لعيبة أوروبا، العالم محتاج بيليا البرازيلي. لو لعبت بأسلوبه ما هتخسر، لو لعبت بأسلوبك جينجا تبقى أسطورة. بيليا رجع وفي أول ماتش نزل فيه قررين من تعليمات المدرب دي ولا كأنه سمع حاجة. بيستلم الكورة وبدأ يرقص، عمل حركات ما كانش حد شايفها قبل كده في الملاعب، وبيل كأن الملعب بقى مسرح وبيليا هو البطل الوحيد. المدرب اللي كان بيزعق سكت وبدأ يستغرب. بيليا خلاص حجز مكانه
أهم موهبة في البرازيل، وفي ثانية لقى نفسه مطلوب في المنتخب وعنده 17 سنة بس. بيليا بيلاقي نفسه فجأة في قائمة منتخب البرازيل المسافر للسويد عشان كأس العالم 1958. تخيل ولد عنده 17 سنة لسه ريحة التراب في هدومه، ركب طيارة لأول مرة في حياته وراح يقابل عمالقة الكورة في المعسكر. بيليا بيتصدم بمازول النجم الكبير بتاع المنتخب اللي كان شايف نفسه على بيليا وباصص له بنظرة لأنه ابن ناس ومن هو من أصله من إيطاليا. كان بيشوف أسلوب بيليا لعب عيال ملوش مكان في الكورة الجد. وقبل ما البطولة تبدأ الكارثة بتحصل. الماتش عادي اللي بياخد ضربة غبية في ركبته، صوت الطقطقة خلى المعسكر كله يتقهر. الدكاترة قالوا إنه مستحيل يلعب والإصابة محتاجة وقت طويل. المدرب فيلو كان هيستعبده، بس اللعيبة الكبار في المنتخب أصروا إن بيليا لازم يسافر لأنه هو العلاج بتاعهم. بيليا يسافر وهو بيعرف وجواه خوف مرعب إنه يغسل أبوه اللي مستني الوعد. في السويد الأجواء كانت تلج، الجو كان برد. خسارة 1950. المدرب كان مرعوب من الصحافة اللي كانت بتقول إن البرازيليين فضائيين معندهمش انضباط، وقرر يرفض عليهم نظام أوروبي: ممنوع الرقص، ممنوع اللمسات الفنية، العب السهل وبس. البرازيل لعبت أول ماتشين وأدائهم كان ميت كأنهم بيلعبوا وهم مربوطين. بيليا كان قاعد على الدكة مش عارف يعمل ايه، شايف روحه في طفل ومش قادر يساعد، لحد ما جه الماتش التالت ضد الاتحاد السوفي اللي كانوا معروفين انهم مكانات مش ناس بتلعب، ما بيعرفوش حاجة اسمها رحمة. اللعيبة الكبار في البرازيل عملوا تمرد، راحوا المدرب وقالوا له لو عاوزيننا نكسب لازم ننزل بيليا وجرانيش، لازم نسيب الجينيا تتحرر. لازم. بيليا نزل الملعب ركبته متغطية بالشاش. أول بس ما لمس الكورة الملعب كله نور. بيليا وجرانيش عملوا سيرك، الكورة كانت بتنتقل بينهم كأنها مربوطة بخيط سحر. حتى اللعيبة التانية ما كانوش عارفين حتى يلمسوا الكورة. العالم لأول مرة يشوف كرة قدم كنوع من أنواع الفن مش مجرد خناقة على جولة. بيليا صنع جولة وجرانيش رقص نص الفريق. البرازيل كسبت وبدأت الرحلة الحقيقية. وصلنا للدور الثمانية ضد ويلز. الماتش كان مقفول جدا، مدافعين ويلز كانوا زي السد المنيع. بيليا في الماتش ده كان بيلعب وهو شايل حمل بلد كاملة على كتفه. لحظة تجلي بيليا استلم الكورة وظهره لمسة سحرية بالجينجا، لف بالكورة من فوق المدفع وشاطها في الجول. ده كان أول جول لبيليا في كأس العالم وأصغر لاعب في التاريخ. بيليا وهو داخل جوه الشبكة بيعيط من كتر الفرحة. تخيلوا هو بيفتكر أبوه وهو بيمسح حمامات المستشفى. الجول ده ما كانش مجرد نقطة، ده كان إعلان ولادة الملك. الصحافة العالمية بدأت تسأل مين الطفل اللي بيطير في الملعب؟ نص النهائي البرازيل واجهت فرنسا اللي كان عندها هدف البطولة. كل عيال إن خبيرة فرنسا هتغلب عيال البرازيل، لكن بيليا كان عنده رأي تاني. في الشوط التاني بيليا عمل حاجة محدش توقعها، سجل 3 أهداف في 20 دقيقة بس. تخيلوا بيليا كان بيعدي من عين فرنسا كأنهم تماثيل شمس. السرعة والقدرة على التوقع كانت تبقى زمانه 50 سنة. بعد الماتش ده حارس مرمى فرنسا راح لبيليا وحضنه وقال له أنا مش زعلان إني خسرت منك، أنا فخور إني كنت موجود وأنت بتعمل معجزات لي. البرازيل وصلت للنهائي وبيليا بقى هو العريس بعد ما الحكم صفر صفارة النهائي في استاد راسموند السويد. الدنيا ما كانش مجرد ملعب، الدنيا كانت لحظة تجلي إلهي. بيليا الطفل اللي كان من أسبوعين بس بيعرج وخايف وقع على الأرض مغمى عليه. الإغماء ده مش مجرد تعب جسدي، دي كانت غيبوبة روحية. كأن روحه سابت السويد. بيفتكر شجرة المانجا، بيفتكر كل حباية عرق نزلت لأبوه وهو بينظف أرضية المستشفى. لما فاق بيليا لقى زميله زيجلو شايلينه على كتافه. بص للسما اللي كانت بتمطر خفيف وحس إن المطر ده هو دموع تيكو صاحبه اللي مات تحت الطين وهو صغير. في اللحظة دي اللي أدرك إنه ما كانش بيلعب عشان يرفع كسبه، وكان بيلعب عشان يرفع رأية كرامة مش أكتر لليتيم والفقير والمهامش. ما كانش بيجري بالكورة وكان بيجري بهروب البرازيليين. نروح لبيت بيليا في البرازيل بنشوف الأب قاعد قدام الراديو الأجهزة، صوته بيصرخ وبيقول طفل عملها الملك. والأب ما رفعش إيده ولا صرخ من الفرحة، نزل راسه بين إيده فضل يعيط. كان عياط مكتوم. الدموع دي كانت دموع 8 سنين من النص، دموع الوعد اللي كان وعده بيه ابنه وهو عنده 9 سنين. مسحه من ذاكرة الوجع بتاعه 1905. بيليا في اللحظة دي ما كانش بس بطل كورة، كان العلاج اللي دوا جرح أول. بنشوف بيليا وهو شايل علم البرازيل وبيعيط
صوت الفرح وبيلف الملعب. النهاية هنا بتقول لنا الأسطورة مش الشخص اللي بيكسب، الأسطورة هو الشخص اللي بيخلي شعب كامل يؤمن بنفسه تاني. بيليه رجع للبرازيل، هو ما غيرش في أرواح، بالعكس البيوت لسه صفيح والشوارع لسه طين، بس هو غير روح، خلى الطفل الحافي اللي في البرازيل يمشي راسه مرفوعة يقول أنا برازيلي، أنا عندي جينجا، لحد ما حكم بيها العالم. علمنا إن القوة مش في التقليد، القوة في إنك تكون أنت بكل عيوبك وفقرك وأصلك. في نهاية فيلمنا بيلي ما كانش مجرد لاعب كورة جاب أجواله بس، بيلي كان رسالة من ربنا لكل واحد الدنيا جاية عليه، رسالة بتقولك إن شراب قديم محشي ورق ممكن يوصلك لقصور ملوك لو وراه أمان ما بيتهزش. قصة بيلي ما كانتش مجرد قصة طفل حافي بأمال الكورة، دي قصة روح رفضت تتكسر. الفيلم ده بيعلمنا إن أكبر عدو ليك مش اللي بيحبطك من بره، لكن هو الشك اللي جواك. بيلي كان قدامه ميت، سبب يخليه يستسلم، فقر، تنمر، إصابة، مدربين عاوزين ينسى حلمه، لكنه اختار حاجة واحدة بس، إنه يكون نفسه. إيه اللي اتعلمناه من قصة بيلي؟ هوايتك هي سر قوتك فعلا. العالم هيحاول دايما يخليك من حد تاني، هيقولك العب بالنظام الفلاني وامشي على الخط اللي رسمه، بس الحقيقة إنك مش هتلمع غير بالجينجا بتاعتك، بالبصمة اللي ربنا خلقها فيك انت وبس. بيلي ما حاولش الفقر لمبرر الفشل، حوله لدفاع. المانجا اللي كان بينطقها تحت الشجر والشرابات المحشية ورق كانت هي اللي صنعت اللمسة اللي عجزت قدامها تكنولوجيا أوروبا. بيلي شايل حمل دموع أبوه 8 سنين. الدرس هنا إن الأحلام الكبيرة محتاجة نفس وإخلاص المبادئ حتى في أصعب اللحظات. مفيش حد اتولد ملك، الملك بيلي بدأ بمسح جزم، الفرق بينه وبين غيره إنه صدق الحلم لما ما كانش حد شايفه غيره بس. كلمة ليك انت عن حلمك، ودلوقتي وانا بكلمك عاوزك تبص لنفسك، ايه هي الجينجا بتاعتك؟ ايه هو الحلم اللي الكل بيقولك عليه مستحيل؟ ممكن تكون دلوقتي في مكان ضايع، في مكان لوحدك وحاسس ان الدنيا جاية عليك ومفيش في ايدك غير شراب إيدك. بس افتكر ان بيلي ما كانش معاه اكتر. الحلم مش محتاج امكانيات، الحلم محتاج شجاعة انك تبدأ، والإرادة انك ما تقفش. لو العالم كله شايف الطفل حافي، خليك انت شايف نفسك الملك اللي هيرفع الكاس في النهاية. ما تسمحش لحد يطفي النور اللي جواك، كون انت بس، كون بيليا في مجالك. بيليا مات بالكسل، بس الجينجا هتفضل عايشة. كل واحد بيقرر انه ما يتنازلش عن هوايته عشان يرضي حد. بيليا هو الملك مش عشان كاس، بيليا ملك لان حرر روح شعب كامل من الوجع. لو الحكاية دي خليتك تحس انك تقدر تهز العالم بأبسط الامكانيات، اضغط لايك بقلب جامد، اشترك في القناة عشان لسه هنحكي قصص تانية، قصص ناس حفروا أساميهم في الصخر بالدم والدموع. وقولنا في كلمة واحدة، بيليا بيمثلك كورة ولا أمل ولا كرامة؟ نشوفكم في فيلم جديد، وخليك قريب.